بسم الله الرحمن الرحيم. مصر هتقابل استراليا اليوم الجمعة في دور ال 32. المباراة تقام في الواحدة ده ظهرا يوم الجمعة بتوقيت أمريكا، 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 مساء بتوقيت الإمارات. حلو. تعالى بقى نتكلم في حاجة مهمة أوي، ألا وهي إن منتخب مصر صعد دور ال 32. منتخب مصر النسخة الاستيرادية مرعبة. ليه بقى؟ لأن عندك واحد زي صلاح نسخته السنة دي مرعبة. واحد زي صلاح النسخة دي مرعبة. واحد زي صلاح النسخة دي مرعبة جامد جدا. أول مرة أشوف صلاح بيرجع لل 18 بتاع شوبير، من عند المرمى بتاع شوبير لحد المرمى التاني. حلو. تعالى بقى على أقرب حارس، على أقرب مباراة اتلعبت، وهي مباراة مصر وبلجيكا، المباراة الأولى في دور المجموعات من كأس العالم. ليه بقى بقول لك أول مباراة؟ إن الحارس بتاعه اسمه ده كورتوا. كنا بنشوف صلاح محمد صلاح أول مرة تحصل في التاريخ من ال 18 بتاع شوبير لل 18 بتاع كورتوا. لك ان تتخيل ان صلاح بياخد الخط ده كله رايح جاي طول المباراه. يبقى اذا العيب مش في صلاح. اخيرا انا واحد من الناس اكتشفت ان العيب مش في صلاح، العيب في المدربين اللي كانوا بيجوا يدربوا منتخب مصر قبل حسام حسن، قبل التوأم حسام وابراهيم حسن. حلو تمام. تعالى بقول لك ده على ارقام مذهله السنه دي، ارقام جميله قوي السنه دي. صلاح في البطوله دي الى الان جايب هدف وعامل هدفين. حلو. اللي هو هدف في نيوزيلندا وعامل هدفين، وعامل الهدف بتاع مباراة مصر وإيران اللي جت للآخر محمود صابر قام شايطها باليمين مشمعها في قلب الشبكة. حلو. يمينه ولا شمال؟ يمينه. واحد من الناس شايفها يمينه، واحد من الناس انهم يعترف ان محمود صابر رجلين الاتنين واقفين من بعض. حاجة كمان، توقع نتيجة مباراة مصر واستراليا التي تقام يوم الجمعة في 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت مكة، 8 مساء بتوقيت الإمارات. تعالوا بقى نتكلم شوية في حاجات أنا كمشاهد مصري شايفها إنها مستفزة للغاية. بمعنى إن السادة المحترمين اللي بينتقدوا حسام حسن إنه خد مين ولا خد ده ولا ده. حد كان يجرؤ ينتقد مدرب أجنبي كان بيدرب منتخب مصر بعد حسن شحاتة؟ يعني بعد حسن شحاتة كان في بتاع 4 مدربين أجانب. من عندك بدري اسمه بدري، وهيكتور كوبر، وكيروش، واجيري. ال4 دول حلو. في واحد خامس بس مش فاكر اسمه، اجيب لك اسمه واقول لك في فيديو بعد كده. المهم ال4 اللي انا قلتهم دول حلو. حد كان يجرؤ ينتقده؟ لا. حد كان يجرؤ يقول خد مين ولا خدش مين؟ لا. اذا المشكله فينا احنا كشعب. ليه بقى؟ ان الاجنبي يجي بيرطن بالاجنبي، قصدي بيتكلم بالاجنبي، لكن المصري بيجي بيتكلم بالمصري. طب تعالوا نجد من الشعر بيه. الناس بدأت تنتقد حسام حسن في أول البطولة خالص، في فترة الإعداد للبطولة، إنه قبل البطولة بأسبوع أو ب8 أيام لقيناه ضامن محمود صابر ضامن
اسمه حمدي عبد الكريم، ضامن محمد عبدنا، وضامن ناس كتير. حلو حلو. طب سؤال هنا، السادة المحترمين اللي بينتقدوا حسام حسن، هي مش القايمة فيها 50 لاعب ولا لأ؟ فيها 50 لاعب. الراجل شايف من وجهة نظره الأصح اللي بيلعب من ال 50 لاعب دول. طب انتوا بتقولوا بقى اني ايه بقى من ال 50 لاعب دول ما اختارش ليه واحد زي مثلا مصطفى محمد؟ طب تعالى نتكلم ارقام مصطفى محمد ايه السنه دي على عكس ليكو مثلا؟ لا، ارقام ليكو حلوه، لعب طول الموسم مع بيراميدز، انا شفت ارقامه، لا ارقامه حلوه. قفل 20 هدف مثلا ما بين دوري وكاس وافريقيا وانتر كونتيننتال. يعني بيراميدز اللي لعب ده كله، زيكو لعب ما بين ده كله ومقفل 20 هدف. هل مصطفى محمد لعب في موسم زي ده قفل حتى 10 اهداف من علامة الفرنسي؟ لا، طول الموسم يا اما دكه يا اما خارج القايمه. يبقى اذا وجهه نظر فنيه. تعالى